أهلين يا جماعة الخير. اليوم عندنا كم حقيقة علمية عن القطط بتصدمكم. أول مرة راح تشوفون قططكم بنظرة ثانية. اليوم عندنا موضوع شيق مرة. بتكلم عن مخلوقات تجمع بين الغموض والظرافة. القطط. راح تعرفوا حقائق ما كنتوا تتخيلوها. عظام القطط. تعرفون ليش القطط تقدر تقفز من أماكن عالية وتنزل سالمة؟ لأن عندهم 53 فقرة في ظهرهم، بينما الإنسان عنده 36 بس، وهذا يخليهم يلفون جسمهم في الهواء وينزلون على رجولهم بدون أي إصابة. سمعهم أقوى من الكلاب. نعم، القطط تسمع أصواتنا من مسافة بعيدة. سمعهم يحطم الأرقام، يقدروا يسمعوا حتى 65 كيلو هرتز، بينما الإنسان يسمع ل 20 كيلو هرتز بس، وهذا يفسر ليش يجون علشانك وإنت تتكلم بصوت منخفض. أنوفهم بصمات. تعرفون إنه كل قط عنده بصمة أنف فريدة زي بصمة الأصابع عند الإنسان؟ نعم، ما في قطين في العالم عندهم نفس نمط الأنف، حتى التوائم. الرؤية الليلية. والله إن القطط تشوف في الظلام أحسن مننا ب6 مرات. ليش؟ لأن في عيونهم طبقة خاصة تسمى التابتم تعكس الضوء داخل العين، يعني يحتاجون لسدس الضوء اللي نحتاجه عشان يشوفوا في الظلام، وعيونهم أوسع من عيوننا، تشوف بزاوية 200 درجة. وكمان معلومة مهمة، كل القطط تنولد بعيون زرقاء ويتغير اللون بعد أسبوعين. اللعاب. لعاب القطط فيه مادة مطهرة، يلمعوا نفسهم عشان ينظفوا جراحهم ويسرعوا الشفاء. حاسة التذوق. صدق أو لا تصدق، القطط ما تتذوق الطعم الحلو أبداً. ليش؟ لأن عندهم طفرة جينية تخليهم ما يقدروا يتذوقون السكر، ومستقبلات التذوق عندهم قليلة مرة، عندهم 470، بس في المقابل عند الإنسان 9000. علشان كذا هم يعتمدون على ريحة الأكل أكثر من طعمه. الخرخرة. الخرخرة عند القطط مو مجرد صوت، هي مثل علاج طبيعي، وهذا يساعد في التئام الجروح وتقوية العظام. التوازن. شفتوا قط ينزل على رجوله ارتفاعات كبيرة؟ هذا لأنه عندهم جهاز توازن متطور في أذنهم يخليهم ما يقرون أبداً. شفتوا الغشاء اللي يطلع من عين القط؟ هذا اسمه الجفن الثالث، وظيفته حماية العين من الغبار والحفاظ على رطوبتها. يطلع لما يكون القط مريض ومتعب. تستعمل شواربها كمقياس. الشارب عند القطط مو بس شعر، هو أداة قياس دقيقة يستعملوه عشان يعرف إذا كان بيدخل في مكان ضيق ولا لا. الشوارب بتكون بنفس عرض جسم القط تقريباً. تعرق من أرجلها. نعم، القطط تعرق، لكن مو زي الإنسان. العرق عندهم يطلع من الوسادات تحت رجولهم، علشان كذا تلاقيها تترك آثار رطبة على الأرض لما تكون متوترة أو حارة. هذه بعض الحقائق العلمية المذهلة عن القطط. شاركونا في التعليقات أي معلومة صدمتكم أكثر، ولا تنسون لايك واشتراك في القناة.